قامت الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 21%. ها، زيادة رواتب الموظفين بدءا من أول يوليو. فما كان ينفع أن يكون من هذا الشهر من أجل العيد ولحمته. ها، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه. ماذا؟ مهلا. 8000؟ أنا أتقاضى الآن 8000 أم أني أتقاضى 6000؟ لا، بل 8000. هل ترفع الحكومة الحد الأدنى أم ترفع الموظف الذي يتقاضى؟ سحقا. طيب، أنا قلت ما أعملش فيلم ولا مشهد مسلسل ولا حاجة، قلت أطلع بوشي بما إني أنا برضه راجل موظف، وبما إن صوتي بيعبر عن الناس والمشاكل بتاعت الناس، فإيه هي جت كده خبط لازم. بص يا ابني، بعملية حسابية وكأي موظف، مش هقول لك بقى زي خالد عليش ما بيقول انت كحيان، لا، انت غلبان يا موظف. حلو قوي. بعمليه حسابيه وباي نظريه معقده من نظريات الرياضيات، محدش يقدر يقول ان الفلوس اللي بتقبضها الناس دي هتكفي وتخليهم يعملوا كل ده، ولكن هي نظريه واحده مش خاضعه لاي علم ولا اي حاجه. ريح دماغك، اسمها البركه، ودي من عند ربنا وبس. البركه وبس، ما يحسهاش ولا يشوفها لانها لا ترى بالعين المجرده، بس بتتحس في العيش الا اللي جربها وبس. فما تحاولش الزياده اللي جايه لك تحسبها انها تعمل لك كل حاجه، لان هي اصلا مش مكفيه. ولكن اللي هيخليها تكفي هي ايه؟ البركه. خلي الزياده ببركتها، مش بفلوسها وقيمتها.